النحافة وزيادة الوزن من المواضيع المهمة جدا اللي لازم اتكلم عليها مرة واثنين وثلاثة، لانه بيسبب مشاكل مجتمعية كبيرة جدا، جوازات وخطوبات بتفشل بسبب الموضوع ده غير ان هو بيعرضك لامراض خطيرة زي هشاشة العظام، زي الكسور، زي الخصوبة، لان هو بيأثر على المناعة وبيسبب العدوى. عشان تعالج النحافة وتتخلص منها لازم تعرف ايه اسباب النحافة اصلا، وايه السبب اللي عندك، وتبدأ تعالجه وتتخلص منه عشان تبدأ تزيد في الوزن بكل سهولة ان شاء الله. اول سبب وهو العدوى، الانفكشن، ان يجي لك طفيليات او جراثيم بسبب الاكل الملوث اللي بتاكله من بره. فالطفيليات او الجراثيم دي بتعمل عسر هضم، فالاكل بتاع جسمك مش بيهضمه بشكل مثالي، مش بتستفاد بيه، بينزل زي ما هو في البراز، وبتاكل اكلك طبعا، فبتاثر عليك بشكل كبير جدا وبتسبب النحافه. وده اشهر سبب بنشوفه. يعني بيجي لي دايما المرضى يقول لي انا كويس وما عنديش جراثيم ولا ديدان ولا اي حاجه، ونيجي نعمل تحليل الديدان او تحليل جرثومه المعده نلاقي عنده دي ودي.